انا قلت وحقول هذه الجيل ذاك النوابغ. بعد كده جاء الجيل اللي بعده، جاء ماجد وجاء كذا، ولكن لقوا وجاء واخر جيل هو جيل ماجد صحيح، لكن الجيل اللي قبله ما لقى الامكانيات ولا لقى الاعلام هذا، ولا لقينا، ولا كنا نخرج خارج البلد، ولا كنا لما كنا نتنسم شويه نخرج من جده ونروح الرياض. هي المشكله فين؟ المشكله الجيل، يعني احنا جيلا هو قال لك كوره صغيره، كنا نلعب بكوره قد كده، لكن كنا برضو مع العشق حقنا والهذا، حتى لما تلاقي لك عود كبريت في الارض تطالع فيه تشيله برجلك، تشيله سواء باليمين سواء بالشمال وكذا، شايف كيف؟ وبعدين يعني قلت لك حتى الاعلام اللي كان معانا كان جيد تمام، لكن مو بالصوره هذه، شايف كيف؟ لكن انا بقول لك الجيل هذاك في مره من المرات قال عني، قال لي الله يرحمه سيد الامير محمد عبد الله الفيصل، وهذا حبيبي انا، شايف كيف؟ فقال لي مره كنت عنده في المكتب، قال لي يا سعيد كيف لو جيلكم هذا في الوقت هذا قديش يديكم من الملايين؟ كان كل واحد من 60 مليون و100 مليون، وهذا كلام صحيح. انا ووجدي والامير خالد بن عبد الله جيل واحد، صح ولا؟ الدكتور عبد الرزاق والهذا، فكان جيلنا يعني في المملكه كلها كان على مستوى عالي، شايف كيف؟ فلما جاء سانتوس وانا كنت في الاهلي ديك الايام، فالهلال هلال الرياض اخذونا انا واحمد عيد ومسمار الله يرحمه وناجي، اخذونا من الامير عبد الله الفيصل الله يرحمه، وقال روحوا لهذا ولعبنا. فانا يكفيني انه بيليه قال هذا بيليه السعوديه. انا بعد كده الامير طلال بن منصور سفرني على البرازيل ودرست في البرازيل، درست التدريب في ريو دي جانيرو قبل يمكن 20 سنه، شايف كيف؟ لما رحت هناك يعني في الاول طبعا كانت هنا عندنا كان نادي الاتحاد ايام الامير طلال كان في البرتغال، والامير فيصل بن فهد الله يرحمه والامير فهد بن سلطان امير تبوك اللي كان نائبه كانوا في لوس انجلوس. فلما رحت هناك ما كان عندي ما يثبت اني انا كنت لاعب، فلما رحت قالوا احنا ما نقبله، لازم يجيب لنا انه على الاقل لعب مباراتين او ثلاثه في الفريق في الفريق الاول في بلده. فانا طبعا حزنت لاني انا اعشق الكوره لليوم. احنا ما كنا نحب الكوره، كنا نعشقها، احنا نعشق ده. وبعدين اللي ربانا وخلانا في المستوى هذه واستمرينا الجماهير، كنا نقدر الجماهير، يعني كنا نقدر حتى السقا اللي كان يشيل ده بالفوطه والفلينه كنا نقدره، ما نقدر، ما عندنا تعالي عليه ولا كذا، يعني تعرف كانت جده كانت صغيره وكذا. انا اقدر اقول لك النجوم اللي كانوا مو في الانديه، اللي كانوا في الملاعب حقت الحواري افضل من الجيل اللي انا الان افضل من كثير. في عندنا نوابغ لكنهم على الاصابع، لكن اول ما تقدر تميز. مشكلتنا هذه وجدي انت عارفها، انه احنا عندنا ذيك الايام فعلا جاء فريتز في ايام يوسف الطويل الله يرحمه كان ده، وعرض علي على اساس اني العب في النمسا، شايف كيف؟ لانه هو نمساوي بس كان يدرب في مصر، اعتقد كمان كان يدرب النادي الاهلي المصري، فعرض علي وجاني عرض من في النمسا، لكن تعرف الجماهير والاداره يقول لك لا ما يروح. وهذه طبعا العقليه ديك زمان. لا كنا نتقابل مع بعض، وبعدين كان في طريق المدينه في اسمها قهوه نسيت اسمها، كنا نطلع لما نطلع الاهلاوي والاتحادي، طبعا كان الاهلاوي والاتحادي والهلال البحري، كنا نطلع مع بعض ونجلس، ثاني يوم يا يدمغونا يا ندمغهم جوه الملعب، ما اعرف لا وجدي ولا جدي يعرفني. شوف كل المجموعه كلها منظومه واحده، لكن في سعيد لبان، في سليمان بصيري، في معتوق نسيت، في الفايز، وفي يعني في كثير طلعوا الحقيقه في الوحده كثير. في الاهلي في كان علي حمزه، وفي عبد الرزاق ابو داوود، وفي الصرح الكبير، لا والرجل اللي مسك المكان هذا ويستاهلوا احمد عيد، كلهم عبد الله بكر، دكتور عبد الرزاق بكر، القمله، كتالوج، كعدور، النجده ذاك اللي سموه النجده، اول ما طلعت النجده عندنا ديك تسمع السيرك حق المرور، هو سموه النجده تماما. فكان، لكن انا بقول لك اول كنا مع بعض نحن لما نجلس احنا نساعد. لما انا اجي اغلط وجدي اداني باس حتى في التمرين ولا كذا، ما يجي يعاتبني، يقول لي شد حيلك،
يساعدني.